شوية مثلا رحت للمكان اللي بيقعدوا، كان بدأ بقى السيدات يجوا اللي هم معانا في رحلة الهيئة يقعدوا. أول ما شافوني كان فاضل لنا يوم أو يومين وخلاص ننزل، قالوا لي ازيك، أخبارك إيه، هتعملي إيه، أنتي ناوية تتحجبي؟ بصيت لهم بنبرة مختلفة وصوت مختلف، والله مش صوتي، مش عارفة ربنا ادهوني. بصيت لهم كده وقلت لهم إن شاء الله، بيقين، إن شاء الله. وقد كان، وقد كان. وبدأت معايا الرحلة ورجعت. واحنا راجعين زوجي مستنيني في المطار عايز ياخدني بالحضن، فرجعت لورا كده، فبص لبابا قال له سيبها سيبها، يا بقى لها كام يوم كده. روحت البيت بقى، ولادي نريمان ومحمود موجودين، وحبيبي أنا مش شايفة غير إن أنا اتغيرت، أنا بقيت واحدة تانية. فبيقول لي يلا بقى كده عشان هنبتدي. قلت له أنا مش هشتغل. قال لي إيه؟ قلت له أنا مش هشتغل تاني، أنا مش همثل تاني. قال لي إزاي؟ هو عارف إن أنا كنت بعشق شغلي ده، بعشقه. يعني أنا بالنسبة لي شغلي ده هو كان بيسترضيني حبيبي من حبه ليا إن هو ينتج لي ويخرج لي عشان ما اشتغلش مع حد غريب. قال لي ازاي؟ قلت له هو كده، انا مش عايزه اشتغل تاني. ف وبقيت قاعده لا عايزه افتح التلفزيون ولا عايزه اعمل الا الحاجات اللي هي الضروريه لبيتي ولولادي. فقال لي لا، لقيته مره بيفتح تلفزيون، لقيت تعرف فيلم اجنبي وانا قاعده معاه حبيبي، وكنت نيمت ولادي عشان ميعاد المدرسه لنريمان ولازم تنام بدري. فلقيت عارفه اللي بيرقصوا الكان دولت، بقيت اعيط. فيلم قديم. اللي بتعيطي ايه؟ قال لي، قلت له كل دول ماتوا، هم عاملين ايه في القبر دلوقتي؟ ما كانوش يعرفوا حاجة عن ديننا، ما كانوش يعرفوا حاجة عن الدين الحق، ما كانوش يعرفوا حاجة عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم فضلت على هذا الحال حبيبي. هو حكى بقى، ما كان حكاليش وقتها. موسى صبري بيقول له هتبتدوا امتى؟ قال له اسكت، دي شمس حصل لها كذا 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 وراجعه. قال له سيبها دي الفورة بتاعت الروحانيات اللي هي راجعة منها شوية كده وترجع لطبيعتها. لا، دي كانت خلاص هي طبيعتي، أنا رجعت لطبيعتي اللي خلقني عليها ربي. طبعا ما فيش، هو فقد الأمل حبيبي. الأول كان مستغرب ومخضوض، بعد كده هو بيحكي مرة كان مع حد، كان بتهيألي كان مع الأستاذ عمرو الليثي، بيقول له أنا بعد ما كنت مخضوض الأول ومش فاهم، بعد كده فرحت، قلت الله دي هتبقى بتاعتي أنا والعيال بس، دي مش هتنزل تشتغل، مش هتبقى بتاعت الجمهور وبتاعت الشغل. فسبحان الله. وبدأت الرحلة وبدأ الجهاد الأصغر، لأن أو الجهاد الأكبر، لأن بدأت علي حرب ضروس. الأول بتكلمني يا حبيبتي إريس نظمي، سمعت وأنا مش عايزة أعمل أحاديث ولا حاجة، وإريس نظمي دي كانت حبيبتي وصديقتي وصحفية كانت في الكواكب، كنت بحبها جدا. قلت شمس في إيه اللي أنا سامعاه ده؟ قلت لها صح مش عارفة. قالت لي إزاي أنت لسه صغيرة ما تعمليش كده شغلك؟ قلت لها لا معلش، أنا في حتة تانية خالص دلوقتي مش هعرف أقولها لك. وبقيت فعلا حتى ما قلتش لحسن ايه اللي حصل لي، هو ما عرفش بعد كده الا لما انا حكيت في اماكن باصرار بعد التزامي بسنين. لما كان حد بيقول لي احكي ايه اللي حصل لك في تجمعات اخوات او في حته نروحها. المهم الحمد لله بقى مثلا خارجين، وانا كنت جبت لمامتي شربات، انا ما كانش عندي حاجه من دي، وما كانش في لبس محجبات في مصر عشان الكل عارف الكلام ده. أنا كان في حاجة اسمها شوبينج سنتر في مصر الجديدة، محل دكانة صغيرة دي
دي كانت غيار عربيات وكده، والراجل صاحب المحل زوجته حاطه اشارب، فكانوا بيبيعوا اشاربات او فتحوا، قالوا لي احنا المحل ده اتفتح لما انت التزمتي، لما انت اتحجبتي. كمان في شخص اسمه محمد الكيك، كان حبيب الشيخ الشعراوي وصديق زوجي حبيبي، بتاع بريوني في اسكندريه، بيقول لي انت السبب ان احنا عملنا المشروع ده. انا ما اعرفش، انا ما كنتش عايزه حاجه بنتي خالص، مش عايزه حد يقول لي كده. انا كنت عايزه بس ان انا لما ابقى في القبر وربنا يبقى مقوي ايماني، يبقى معايا اللي انا هسال عليه واللي ربنا هيحاسبني عليه، وهو يغفر ما يشاء لمن يشاء الا ان يشرك به. طبعا بقيت مثلا خارجة أنا وزوجي رايحين حتة، ورايحين مثلا نجيب جزمة مدرسة جديدة لنريمان، فألاقي ناس تقابلني في الشارع، ستات، والله هذا ما حدث. ست راحت خبط على ست، قالت يا لهوي، يا خبر اسود، ايه اللي عملتيه في روحك ده؟ لا، انا كل اللي عاملاه ان انا لابسه اشارب. انا جبت المامي منهم بيتربطوا من قدام ومن ورا كده، وليهم اجور. مامي كانت قايله لي هاتي لي منهم يا ماما، فجبت لها ورحت جايبه لروحي 4 الوان كده يبقوا عندي، معرفش ان انا هلبسهم اساسا. فواحده تانية تقابلنا في المحل واحنا بنجيب الجزمه النريمان في شارع قصر النيل، خساره، ايه اللي عملتيه في روحك ده؟ خساره. اقول لهم خساره الدنيا ولا الاخره؟ احنا كده وكده رايحين الاخره، خساره. مش عارفه اقول لكم ايه ولا ايه. الحمد لله ما كنتش متمسكه غير بحاجه واحده بقى، بس جبت راديو موجود في البيت ورحت حطها عندي في المطبخ وانا بعمل اكل بيتي، فاتحه تدور لحد ما لقيت قران، عايزه اسمع قران. انا تعلمت قراءه القران من اذاعه القران الكريم. وبعدين زوجي حبيبي لقيته وهو راجع من المكتب مرة جايب لي كتاب صغير بتاع الشيخ عبد الحليم محمود، مكتوب عليه اذكروني أذكركم. هو حبيبي كان فرحان قوي، بس كان مستغرب ومش عارف الحكاية دي هتستمر ولا مش هتستمر. بس أنا الهزة اللي اتهزيت فيها، لا ما تقولوليش إن أنا كان ليا يد فيها، هي كانت بفضل من الله ويد الله، هي اللي أخذت بيدي إلى من أنا دايما بقولها من الظلمات إلى النور. والحمد لله، الحمد لله أن هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبسأل الله الثبات، حتى الآن بسأل الله الثبات. تشددت في الأول جدا لأن أنا وقع في ايديا الأول كتب للعثيمين وابن باز، هم بيشدوا قوي في الدين جدا بشكل، أنا كنت بنفر اللي حواليا. أنا كنت يعني ما كنتش بعرف أمارس الدعوة، كمان كنت شديدة في اللهجة وفي الخصومة للي هم يعني مش ماشيين كما قال الله. ولكن عرفت بعد كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثم، وقال سددوا وقاربوا وما شاد دين أحدا إلا غلبه. فالمهم يعني ده باختصار شديد جدا ما حدث لي. ويا رب الفيديو ده يوصلكم ويكون، أنا سجلت حاجات قبل كده كتير، اتسجلت لما كنت بحكي أخوات سجلوها وعلى شرايط كاسيت كان وقتها، وقالوا لي شرايط الكاسيت دي اتباعت. أنا الحمد لله لم أتكسب من التزامي، والله العظيم لم أتكسب من التزامي، ده مليم بفضل من الله ونعمة من الله. وحتى لما عرض عليا من الأستاذ عبد الوهاب مطار وهو عند الله الآن إن أنا أكتب في مجلة كان اسمها مجلة الجيل تقريبا، ولأن أنا كتاباتي أنا بعرف أكتب من وأنا صغير عشان كان ليا قراءات. أنا كنت برضو في الجاهلية، كنت أنا سميها الجاهلية جاهلية ديني،
كنت أقرأ لبيرجسون والسارتر والجيكارت والدستوفسكي. وإنما تبدلت القراءات بقى، تبدلت لابن القيم الجزية، وبدأت أقرأ لأبي حامد الغزالي، يعني بدأت أقرأ في كتب السيرة. فما رضيتش، كنت مش عايزة أي حاجة. جالي برضو عرض من جريدة في الخليج، اكتبي لنا مقالة وانتي قاعدة مطرحك ومش عارفة ونبعت لك. طبعا مش عايزة أتكسب من إن أنا لجأت إلى الله نهائي، ويشهد الله على ما أقول، ويشهد الله. وما كانش عندي غير اللبس اللي أنا جايباه بتاع العمرة، كنت بغسله عشان أخرج بيه، ما كانش عندي غيره والله. كان جوزي حبيبي سافر اليونان فجاب لي شوية حاجات وكده لم تصلح، فرقتها كلها على اخواتي. قلت لهم ما ينفعش يا بابا، ده مش لبس، ده مش لبس، ده مش ده اللي انا يعني المفروض ابقى لابساه. هو ما كانش برضه عارف حبيبي ولا فاهم. والحمد لله تعلمنا ديننا وربنا يثبتنا، وحبيبي هو ربنا قبض روحه وهو على صحيح الدين. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وابني حبيبي عبد الله ده كان من حفاظ القرآن، كان أحسن واحد في القراءة يا حبيبي، وكان يؤمني في الصلاة والله. والكل شباب كبوة، بس المهم بعد الكبوة إنه هو يعود إلى طريق الله أو يقبض على طاعات الله. ونسأل الصحة وطول العمر لشباب المسلمين والبنات المسلمين ولنساء ورجال المسلمين ونساء العالم كلهم، أن ربنا يبصرهم. لأن إحنا كلنا بنؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نؤمن بسيدنا موسى والتوراة اللي نزلت عليه، ونؤمن بسيدنا عيسى والإنجيل اللي نزلت على سيدنا عيسى، ونؤمن بالقرآن وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم. سيدنا رسول الله قال أنا والأنبياء من قبلي كبيت ينقصه لبنة، أي يعني طوبة، أنا هذه اللبنة اللي هو يكمل هذا البيت الجميل اللي هو دين الله الحق، كلها أديان سماوية من عند الله. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أترككم في رعاية الله.